جبنا معظم ترندات رمضان، يلا نجربهم مع بعض. اول حاجه معانا براوه بلبن. اشرب من القله وقول يا حلول. هنبدا باول قله ونقول يا حلوله. دي صوبيا فريش، المكونات بتاعتها مكتوب عليها انها حليب طبيعي وسكر وفانيليا، والصلاحيه 3 ايام عند درجه حراره من 2. براوه صوبيا فريش. تعال نفتح ونجربها. هنفتح ونجربها. هنفتح ونجربها. ايه ده؟ ريحتها حلوه بس فيها سنه لبن رايب. يلا نجربها. حلوه جدا، تقيله، يلا نجرب. طعمها حلو، غنيه، بس فيها سنه لسعان في الاخر كده، مش عارف جاي منين، بس هي حلوه والسكر بتاعها مظبوط جدا. بص هي تقيله جدا اصلا. الطعم بتاعها حلوه بس مش من يعني ما جيبهاش تاني، مش عشان هي وحشه ولا حاجه، بس هي تقيله قوي وفيها سنه مزازه، مش عارف يمكن عشان انا جايبها من بدري مثلا ولا ايه، بس كاختراع هي عاديه يعني، صوبيا عادي خالص. صوبيا بيستاشيو. وانا ملاحظ شويه ان هي من تحت يعني مكتله شويه، فهنرجها كده. يلا نجربها، بس هم ايه محروقين عليها جامد. مش عايز تفتحها. ايه الرغدانه اللي انت فيها دي؟ هي ريحتها فستق، مش صوبيا خالص، وخفيفه. خفيفه جامد، مش زي الصوبيا اللي قبلها خالص يعني. هي فيها طعم صوبيا جاي من بعيد قوي، بس الفستق حلو قوي. جرب كده. حلوه جامد. حلوه جامد قوي يعني. لا هي طعمها فستق. في منها تاني. طعمها حلو وعجبني يعني، ممكن اكررها تاني كتير كمان. طعم الفستق فيها غني جدا وحلو جدا، بس هي قوامها شويه خفيف، بس طعمها ممتاز. يلا نخش في اللي بعده. انا هجيلي سكر بعد الحلقه دي. بلح باللبن. هو اكتر حاجه عجبني في الستايل ده شكل الازازه اللي هم حاطين فيها شكل القله دي فعلا، وكمان التصميم اللي هم عاملينه عليك شكلها حلو قوي. يلا نجرب ونشوف الطعم. تعال نشوف كده. هو تقيله جامد البلح باللبن، فهنحاول نرجها قبل ما نستخدمها. مفيش مكان نرجها عشان هي مليانه على الاخر، فهنحاول نفتح. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ليه حظي كده في الدنيا؟ بلح باللبن. وانت شامم ريحتها يا درش؟ بلح باللبن، مش عارف، مش مالي يعني. بصوا هي خفيفه، بس هي مكتله من تحت، فاحنا ايه فضينا شويه، هنرجها ونجرب تاني. والله هو نفس الشيء. خفيف والله نفس الشيء. يلا ندوق. طعمها حلو برضه، هو نفس القصه، هي مش تقيله قوي، بس البلح باللبن طعمه جميل يعني. بص هو خفيف خالص، بس ده يعني ما يعيبش منه في شيء خالص. في كده البلح قطع بلح صغيره خالص فيها، بس هي اوفر اول طعمها كويس، بس انا ماشيه في الكافيهات احسن منها بصراحه. اللي بعده الدوم. يعني انا اكتر حاجه بستغربها في الدوم ده، هل هو مثلا بيعصروه ولا بيتحلب؟ يعني انا ما اعرفش هم الدوم دي اصلا بتكسر السنان، يعني هم بيعملوا عصير الدوم ازاي؟ انا مش عارف، فانا اول مره اجربه في حياتي بصراحه، فتعال ندوق كده، بس انا مش مستبشر خير بيها خالص يعني. يلا نرجها، هي اصلا شكلها مش مبشر يعني. نفتح ونجرب. ده حته دوم بجد من اللي هو بيتكتب عليه ميداليات والحاجات ده. المهم في ناس تشرب الحاجات دي. مين عيان فيكم بقى هيحلل بول؟ انا ما عنديش مشكله مع الازاز، انا عندي مشكله اصلا مع الدوم عموما يعني. بص هو انا ما اقدرش احكم هو خفيف ولا تقيل في الدوم بالظبط، لان انا مش عارف هم بيحلبوه ازاي. تعال ندوق. هو طعمه دوم يعني، اللي بيحب ياكل الدوم وكده هو ما هيحب ان هو يشرب الدوم. هي المكونات بتاعته عباره عن دوم طبيعي وسكر وميه. طعمه مش وحش، بس على المستوى الشخصي يعني ما جربوش تاني يعني، انا مش عارف اشرب عصير دوم ليه. اللي بعده معانا الخروب. والله فعلا شكل الازازه تحفه بتاعت السنه دي. هو متكون من ايه؟ عباره عن خروب طبيعي وسكر وميه، بس ده المكتوب. يلا نجربه. بس انا عندي مشكله برضو. ايه المشكله؟ يعني الخروب ده انا عارف شكله، يعني ده بيعملوه ازاي برضو؟ انا مش عارف. اكيد بيتم استحلاب الخروب. استحلاب الخروب. عشان عارف حركاتكم في المونتاج.
يعني يعني مشروبات، يعني الواحد ما يحبش حتى يشوفها مش يشربها. ده منظر الخروب بعد ما بيتم حلبه او استخراجه. يعني انا مش عارف مين البجوسي اللي ممكن يطلع من الخروب ده يشربه يعني. ده ما يشربش يعني، ممكن هو محب خروب ان هو يحب يشرب خروب جديد. لا خالص، ريحته وطعمه شراب معفن. بعد كده معانا الفراوله الفريش. مكونات: فراوله طازجه وسكر وماء. يلا ندوق. ريحتها حلوه وشكلها تقيل جدا. يلا نجرب، بس هي تقيله جدا، مش عارف هترضى تنزل ولا لا. ما تبقيش تقيله اوفر. بس يا جماعه هي انا اول مره اشوف عصير فراوله بيبقى تقيل كده يعني، بغض النظر عن المنظر هنحاول ندوقها يعني. بس هي تقيله جدا، تقيله يعني، عشان حاسسها مربى فراوله مش عصير فراوله. يلا ندوقها. هي ما تشربش، احنا محتاجين معلقه. شكرا. طعمها حلو جدا. عايز اقول لك ان انا مش حاسس حتى بطعم الميه، هي اصلا مش من كتر ما هي تقيله. طعمها حلو جدا وفيها قطع فراوله. اجربها تاني. اخر حاجه معانا المانجا. بيقولوا برضه مانجا فريش زي الفراوله. هنشوف بقى هل هي تقيله زيها ولا لا. هي عباره عن مانجا وسكر وميه. نفتح نحاول بقى ايه نحطها. القوام بتاعها حلو جدا وتقيل. هي برضو مانجا تقيله. يلا ندوق. حلوه وتقيله والسكر بتاعها مظبوط، بس يعني مانجا عاديه خالص، ممكن تشربها من اي مكان كويس، ممكن تشرب نفس المانجا. احنا كده جربنا كل انواع البراوه، 7 انواع، هم كويسين جدا وحلوين. ممكن يطلبوا خلال رمضان، بس انت لو بتطلب من طلبات الموضوع يبقى اسهل لك لو انت قاعد في البيت. انما لو هتروح الفرع في الزحمه وكده فلا، الموضوع مش هيبقى مستحق ان انت تروح المشوار ده. انما هتطلبهم من البيت وبتاع، الموضوع هيبقى جميل جدا. هنخش على حاجه ثانيه معانا النهارده، وهي كتاب الحلواني. نفتح الكتاب مع بعض. المظيه ولوز اللوز وسمبوسك دبي وهبة دبي جولد. تعال نخرجها كده. ده المنظر كده بتاع الكتاب. مكتوب عليه الحلواني في الفن الحلو الرمضاني، تأليف كبير الحلو بلبن باعتناء من طلبات. انا مش عارف هل انت لو رحت الفرع ممكن تجيبه، ولا هل الموضوع مختص بطلبات بس؟ فاللي يعرف ممكن يقول لي في الكومنتات. تعال نحط ده على جنب بقى ونفتح الحاجات اللي في كتاب الحلواني. الفروخريتو الكركون كادر الكروكريكو. ده الشكل بتاعها كده، عباره عن المظيه ولوز اللوز وسمبوسك دبي والهبه جولد. هندوقهم مع بعض ونشوف طعمهم عامل ازاي. معانا الاربع اصناف. هنبدا بالالمظيه. نعرف الاول هي عباره عن ايه. الالمظيه دي عباره عن الليدي فينجرز الفرنسيه. عارف يعني ايه الليدي فينجرز الفرنسيه؟ صوابع واحده فرنسيه عليها ماسكربوني والكريمه الطبيعي. مش عارف احنا فلاحين ولا الموضوع عادي، ولا يعني الناس بتخش تطلب الماسكربوني ده في المحلات عادي. والكريمه طبيعي مغطاه بافخر انواع المانجا العويسي المصريه. يعني بص، اسوأ حاجه فيها مش مفهومه خالص، مانجا عويسي. ما حدش يعني ايه مانجا عويسي؟ غريبه قوي مانجا عويسي. يلا نبدا كده ونشوف. هنحاول ناخد بقى من كل الطبقات مره واحده عشان ايه الحلو ما يجزعناش، عشان الحلقه لسه فيها حلو كتير. الطعم بتاعها حلو، الليرز نفسها، المانجا والحاجات الموجوده تحت شكلها كويس. احلى حاجه في الطعم بتاعها ان الحلو بتاعه ما يجزعش، يعني طعمها كويس. بعد كده معانا الهبه جولد. الهبه جولد عباره عن كيكه الهبه الشهيره بطبقاتها الغنيه مع المزيد من كريمه الفستق الحلبي المميز. كيكه يعني. يلا نجرب وندوق. هي اكتر من لير برضو. يلا ندوق. بسم الله. طعمها حلو جدا، وحاسس ان فيها من جوه سمسم.
مش عارف بقى ده بجد ولا ايه، بس هنشوف. بس بتهيألي فيها سمسم اهو. دوق كده، طعمها حلو جدا، بس ايه فيها سمسم. هو السمسم مش حاجه وحشه، بالعكس ده هو مخلي طعمها في حته ثانيه. طعمها عظيم صح؟ شوسي جدا. شوسي جدا. لا طعمها حلو جدا الهبه. يعني الواحد ممكن يجيب من كتاب الحلواني ده الحلولواني، لو هيجيب تاني ممكن يعني ممكن يجيب الهبه الجولد دي مع نفسها، بس هي طعمها حلو جدا. هنخش في النوع الثالث معانا وهو اللوز. تعال نشوف هو مكون عباره عن ايه. اللوز عباره عن كريمه البانا كوتا الايطاليه مع الرز بالحليب، رز بلبن مكثف، وطبقه رقيقه من الكيك الفرنسي المميز مغطاه بصوص الدولسي دي ليتشي واللوز المحمص في الكراميل على طريقتنا الخاصه. يعني كل مسببات السكر. بص لي كده. يلا نبدا ونشوف. هي بص عشان هم داخلين في بعض، فتعالى نبدا ناخد من هنا كده. هي كميه اللوز اللي على الوش الصراحه شكلها كويس جدا، وصوص الكراميل برضو ده شكلها. الطعم بتاعها حلو والكريمه طعمها جميل، بس ممكن تكون دي اكتر نوع جزعني. السكر بتاعها عالي، يعني السكر بتاع صوص الكراميل ده عالي قوي مع يعني الرز بلبن ما حيتش السكر قوي. صوص الكراميل السكر بتاعه عالي قوي، بس الناس اللي بتحب السكر الزياده هيعجبها قوي اللوز. اخر حاجه معانا في التابل الحلواني السمبوسك. كنت عايز اعرف هل السمبوسك دي بيبقى عباره عن ايه. تعال نشوف. طبقات السمبوسك الطازجه محشوه بالكنافه بيستاشيو مغطاه بالكامل بالشوكولاته البلجيكي في اخرها. هي شكلها حلو وطلعت سمبوسه فعلا، بس هي يعني شكلها مش سمبوسه قوي عشان هي ايه يعني مش مثلثه قوي كده. بس تعال نفتحها ونشوف. هنفتحها ونشوف. يلا ندوقها. لا مالي يتيم طعمه احلى. سمبوسه جواها كنافه وعليها شوكولاته وكده، بس هي ممكن تكون معموله بقالها شويه او بقالها فتره، فالسمبوسه نفسها مجلده شويه. يعني هي مش عايزه تتقطع جامد، بس هي لو كانت جايه طازه عن كده شويه كان ممكن يبقى طعمها اجمل من كده. ما فيش صوص من جوه او نفس الكنافه المعموله بالفستق من جوه، مش الطبقه بتاعتها ناشفه شويه، فما فيهاش اي حاجه. هي كانك تاكل حاجه ناشفه قوي، فلو الصوص بتاعها سايح او فيها حاجه من جوه جوس شويه كانت تفرق معاك، بس هي كده ناشفه جدا. يعني كده خلصنا كتاب الحلواني. يلا نخش في اللي بعده. خلصنا بلبن، يلا نخش بعد كده على اختراعات الملكي. منزل اختراع السنه دي جنب الاهرامات. طبعا الاهرامات كانت نازله السنه اللي فاتت، فاحنا جبنا طربوش سيساد نجربه. هنبدا نقول نفتح كده نشوف شكله عامل ازاي. هو انا شايف ان هو فيه ريد فيلفت من فوق. هو تقيل على فكره مش خفيف يعني. نشيل دي كده ونبدا نشوف مكوناته الاول قبل ما نقطعه. طربوش السيد كوكونات ستروبري، عباره عن مجسم كنافه عادي على هيئه طربوش مغطى بطبقه كيكه الريد فيلفت مبشوره بداخله طبقات كريمه جوز الهند مع جوز الهند واللوز والفراوله والكنافه. يلا نفتحه بالراحه كده ونشوف. هي الطبقه اللي بره شكلها ناشفه قوي. يعني احنا لو هنشوف هو موجود جواه ايه. هو عباره عن بره ريد فيلفت وكنافه وفي طبقه كريمه وستروبري. ده الشكل بتاعه بعد ما فتحناه. يلا بقى ندوق ونقول راينا فيه. احنا عايزين ناخد كده حاجه تبقى معلقه من كل الطبقات، طبقه من الكريمه على الستروبري كوكونات. ناخد معلقه تانية عشان طعم الفراوله كان هو اللي باين قوي. طعم جوز الهند بدأ يبان. هي طعمها حلو جدا، بس تحسها رايحه اكتر للناس اللي هي بتحب السكر العالي. الكنافه موجوده في كل مكان في اللايرز كلها، وكمان جوز الهند طعمه حلو قوي وغني، والفراوله برده نفس الكلام. بس مش اي حد يحب ياكل منها. يعني انت لو جيت تاكل منها مش تاكل منها كميه، هتاخد منها معلقه بس كبيره كده. بس هو كاختراع جميل وممكن تطلبه تاني وممكن تطلبه في البيت. ممكن انا اطلبه تاني وانت ممكن تطلبه في البيت، ولو رايح عزومه ممكن تطلبه تاخده معاك في العزومه. كده جربنا طربوش السيد من الملكي. هنخش بعد كده على البراند تاني وهو وزير الحلو، جايبين منه فانوس. طيب تعال نقول ايه محتويات الفانوس دي. الفانوس ده مكون من 4 منتجات. تعال نفتح ونطلعهم كده قدامنا. ونشوف الفانوس فيه ايه معانا. هنحط دول كده ونبدا باول حاجه سمبوسك دبي. ده الشكل بتاعها كده العلبه. تعال نفتحها ونجرب. هي دي مختلفه شويه بقى من وزير الحلو السمبوسك عشان جايبين معاه وايت شوكليت. تعال نحطه في جنب كده ونقفل ده. ودول جايين 4 مش 3 زي بلبن. هل بقى تكون مجلده برده ولا ايه؟ تحس ان السمبوسه دي متغذيه شويه. تعال ندوقها كده من غير صوص الاول. يعني دي الطبقه بتاعت السمبوسه مش مجلده قوي زي بلبن، ومش تخينه مش كبيره يعني.
طعمها افضل بشويه. تعال بقى بالصوص الشوكليت الوايت شوكليت. لا حلو قوي. الوايت شوكليت ودى تجربه في حته ثانيه، خلى طعمها احلى بكتير جدا. الميكس ما بين الشوكليت العاديه والوايت شوكليت مع الكنافه بيستاشيو والسمبوسه نفسها طعمها جميل جدا. رايي الشخصي ان هي احلى من بلبن بكتير، وانا لو هطلب السمبوسه تاني ممكن اطلبها من وزير الحلو. تعال نحط دي بجنب. نخش على تاني حاجه، دي وزير الحلو مسميها متسقسقه تركي. تعال نشوف هي فيها ايه. بص الباكجينج بتاعها حلو جدا. تعال نفتحها. بس هي بس عشان جايه دليفري فايه ملخبطه. تعال نشوف هي عباره عن ايه. بص انا مش عارف هي عباره عن ايه بصراحه، بس على ما نشوف هي عباره عن وايت شوكليت ودارك شوكليت ومكسرات من فوق وفيها كيكه وطبقه كريمه من جوه. تعال ندوق كده. الصوص كتير وحلو. انا حاسس ان فيها حاجه زي البسبوسه او الكنافه. فيها طعم كريمه طاغي وطعمها طبيعي جدا. طعم الكريمه اللي فيها جميل جدا، وهي اكتر حاجه باينه في الطعم. مش عارف تحت ده بسبوسه ولا كسكسي، مش عارف، حاسه كسكسي شويه يعني. طعمها حلو جدا وسكرها مظبوط، وممكن تطلبها تاني ومش هتجزعك يعني. انت لو اكيل ممكن تقعد تخلصها لوحدك. طعمها حلو جدا وهتبسطك. تالت حاجه معانا في الفانوس وهي كنافه بالمانجا. تعال نشوف كده، نشوف المانجا فريش مش فريش، ندوق طعمها مع بعض. هي في طبقه كنافه وطبقه كريمه وطبقه مانجا. تعال ندوق المانجا لوحدها ونشوف. طعم المانجا حلو. عارفين انت المانجا اللي بتبقى مسكره بس فيها مزازه كده، مش مسكره بس. ناخد معلقه كده كله مع بعضه. طعمها حلو وخفيفه، تنفع برضو في المناسبات لو رايح لحد ناخدها معاك. بس هي طبيعيه ما فيهاش افتكاسه جديده، هي كنافه بالمانجا عاديه خالص. ممكن تكون الكريمه بس هي ضايفه لها طعم زياده، بس هي من اول من اخر زيها زي اي كنافه بالمانجا. اخر حاجه معانا في الفانوس طاجن مراسيل. تعال نفتحه كده ونشوفه. بس هو دعوه للدنيا او نطلعه عشان هو مبهدل جامد، هو غرقان صوص. طيب هو الطاجن المراسيل ده الشكل فيه بسبوسه من فوق، وهنضرب ضربه كده لتحت نشوف فيه ايه. هو شكل فيه بسبوسه، بس هو شكله طاجن تقيل جدا يعني. فيها بسبوسه وام علي، هي فيها ملفيه وبسبوسه وكريم بورليه ومن فوق فيها بسبوسه. تعال ندوق يلا. نسيت اقول لكم ان عليها من فوق كمان صوص فستق، طعمه باين قوي. طعمها حلو جدا. البسبوسه طعمها حلو جدا، وبما انها معموله بسمنه بلدي يعني او حاجه شبيهه ليها بس قريبه جدا يعني، هي حلوه جدا. والصوص برده بتاعها جميل، وهي تقيله. الناس الاكيله بس هي اللي هتحب تاكلها عشان هي تقيله يعني. بتهيألي مفيش واحد ما يقدرش يخلصه، مع انه انت يبان قوي في التصوير ان هو صغير، بس هو واحد ما يقدرش يخلصه. اخر حاجه معانا حله قشطه فانوس. مكتوب ان فروعهم موجوده في السعوديه ومصر والعراق والكويت، وكمان جبنه مسقساقه باين، نتاكد من الاسم بتاعها. نفتح كده الفانوس ونطلع الحاجه اللي جواه. ده لوحده كده، وده اللي كان موجود في الفانوس. هنفتح واحده واحده ونشوف هي عباره عن ايه. هنبدا باول حاجه المدلعه. افتح 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 افتح. جربنا حاجات كتير قوي النهارده. مالها الكنافه وقطايف بتاعت زمان. الموضوع كان بسيط ومضمون في صنفين. تاكل ايه حلو، اضرب كنافه اضرب قطايف والموضوع خلص. يلا نفتح. المدلعه شكلها حلو جدا، شكلها مخدومه ومصروف عليها. يلا ندوق. انا شايف الصوص اللي فوق ده فيه طبقه كريمه وفيه طبقه كنافه وفيه طبقه بسبوسه. يلا. طعمها حلو لكن سكرها عالي شويه، عالي شويتين ثلاثه يعني هي طعمها حلو وكل حاجه بس سكرها عالي قوي يعني. واحد ما يقدرش يخلص دي لوحده. ممكن لو صحاب قاعدين مع بعض كل واحد ياخد قطعه كده ايه تكفيهم. دي الهاني كيك بالمانجا والفراوله. نفتح كده. الاوردر بتاع حلقه قشطه اتاخر جدا، عايز اقول لكم ان هو خد فوق الساعتين او ساعتين ونص كمان. كان عنده الفراوله لوحدها فريش وحلوه. المانجا حلوه مسكره برده، ما فيهاش سنه المزازه اللي كانت موجوده في وزير الحلو. ناخد كده ندوق نجيب كل الطبقات مع بعض. طعمها حلو وخفيفه، السكر اللي فيها ما يتجزعش قوي، طعمها جميل يعني. والفراوله المانجا اللي فوق فريش يعني. انا شايف الفانوس انت خدته على بعضه كهديه لحد او انت معزوم عند حد هيبقى جميل جدا. اخر حاجه معانا في الفانوس بسبوسه بكريمه اللوتس، اللي انا متوقع انها تبقى تقيله جدا طبعا، مش هنضرب منها جامد. نفتح كده، شكلها حلو. ناخد معلقه. انا كنت متوقع انها تبقى تقيله قوي، هي سكرها عالي بس مش تقيله لدرجه انها تجزعك. اوفر اول الفانوس كله طعمه كويس. ممكن تطلبه فعلا لو انت في البيت، ممكن تطلبه لو عندك عزومه او طالع تزور حد، هيبقى حلو جدا برده معاك. اخر حاجه معانا بعد الفانوس ودي اسمها المسقسقه، مش المسقسقه، دي اسمها السقسقوليا. دي عباره عن كنافه متحمصه بالبيستاشيو وقطع فراوله مصري فريش ونتيلا بلجيكي. تبقى محطوطه في كب كده. هي شكلهم واخدين كل الحاجات دي ضاربينها في الخلاط وعاملين لها زي سناك كده حلو. ممكن لو خرجت مع اصحابك تضربه. شايف فراوله والكنافه والصوص وفراوله من فوق تاني. هنفتحها. شوكولاته. مش عارف ميكس الشوكولاته مع الفراوله يعني. الفراوله بتبقى مزه شويه والشوكولاته بتبقى مسكره. هل الميكس ده هيظبط مع بعض؟ يلا نشوف. ما عجبنيش الميكس قوي بصراحه. الفراوله كده بيبقى طعمها في حته ما بتيجي تتاكل او تتشرب. موضوع ان هي محطوط معاها شوكولاته ده مش حاسه قوي. لا نحاول ناخد من تحت كده، ندوق من تحت من غير فراوله.
لا ما عجبتنيش قوي على المستوى الشخصي. الفراوله نفسها جميله والشوكولاته لوحدها جميله، بس الميكس على بعضه ما ركبش معايا. ممكن حد يحبه بس بالنسبه لي طعمه مش احسن حاجه. بكده نكون خلصنا الترندات بتاعت النهارده من بلبن والملكي ووزير الحلو، واخر واحد جه معانا كان حلقه قشطه. استنونا في الحلقات الجايه في ترندات رمضان، بس مش تبعنا الحلو، احنا مش هنعمل حلو تاني.